السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، قال ابن القيم رحمه الله: هلكت جارية في طاعون، فرآها أبوها في المنام، فقال لها: يا بني، أخبريني عن الآخرة. فقالت: قدمنا على أمر عظيم، وقد كنا نعلم ولا نعمل، والله لتسبيحة واحدة أو ركعة واحدة في صحيفة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها. لقد قالت الجارية كلاما عظيما: كنا نعلم ولا نعمل، ولكن كثيرا منا لم يفهم مرادها. كنا نعلم أننا إذا قلنا سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لنا ذنوبنا، وإن كانت مثل زبد البحر، وتمر علينا الأيام والليالي ولا نقولها. كنا نعلم أن ركعتي الضحى تجزئ عن 360 صدقة، وتمر علينا الأيام تلو الأيام ولا نصليها. وكنا نعلم أن من صام يوما في سبيل الله تطوعا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ولم نصم. كنا نعلم أن من عاد مريضا تبعه 70,000 ملك يستغفرون له الله، ولم نفعل ذلك إلا نادرا. كنا نعلم أن من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن فإن له قيراطين من الأجر، القيراط كجبل أحد، ولم نفعل ذلك إلا نادرا. كنا نعلم أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع أي عش طائر بنى الله له بيتا في الجنة، ولم نساهم في بناء أحد المساجد. وكنا نعلم أن الساعي على الأرملة وأبنائها المساكين كالمجاهد في سبيل الله، وقصائم النهار الذي لا يفطر، وكقائم الليل كله ولا ينام، ولا نساهم في كفالة إحداهن وأبنائها. كنا نعلم من قرأ من القرآن حرفا واحدا فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، ولم نهتم بقراءة القرآن يوميا. كنا نعلم أن الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأجره أن يرجع الحاج كيوم ولدته أمه، أي بصفحة بيضاء نقية من الذنوب. ولم نحرص على أداء مناسك الحج مع توافر القدرة لدينا على الحج. كنا نعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم لم يفرطوا بصلاة القيام طوال عمرهم رغم انشغالهم بكسب العيش وجهادهم في سبيل نشر دين الله، وفرطنا نحن في ذلك. كنا نعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ولم نستعد لها. وكنا ندفن الموتى ونصلي عليهم، ولم نستعد لملاقاة الموت، وكأننا غير معنيين بذلك. ورغم معرفتنا بأن كل نفس نتنفسه يقربنا إلى الأجل المحتوم، إلا أننا ما زلنا نلهو ونلعب ونضيع أعمارنا سدى. أما آن الأوان من هذه اللحظة أن نغير نمط حياتنا، وأن نستعد لاستعداد الأمثل ليوم الحساب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كنا نعلم أن الدال على الخير كفاعله، وقد لا نعيد إرسال هذه الرسالة لمن نعرفهم لتكون لنا صدقة جارية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.